يا صباح الخير. فيديو النهارده حلو قوي واكله كده جميله، الولاد كلهم بيحبوها وبيعشقوها. ايه هي؟ فراخ مشويه كده بطريقه مختلفه شويه، بس طعمها حلو قوي قوي، هتعجبكم مع سلطات وفلفل مشوي وبصل مشوي وسلطه خضراء وسلطه طحينه، وهنعمل رز ابيض. بصوا اكله كده جميله زي اللي بتاكلوها في المطعم كده بالظبط. نبدا كده ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. هاتي الكبه بتاعتك بقى وتعالي. عندي بصلتين كبار حلوين، على 4 حبات من الطماطم، على قرنين فلفل حراقين وقرنين باردين. والحراقين دول اختياري، عايزه تحطيهم حطي، مش عايزه بلاش، بس بصراحه بيطعموا الفراخ قوي، بيدولها طعم حلو. انا هعمل فرخه ونص، التتبيله دي الفرخه ونص. حطيت معلقه من الثوم كبيره، وهضرب كل الكلام ده في الكبه ضرب حلو قوي، ضرب مبرح لحد ما تنعم معايا ويبقى زي الصوص كده، بس مش مفروم قوي يعني. تمام كده، تمام قوي. ماشي. جمعة مباركة عليكم وعلى المسلمين أجمعين. دي أول جمعة في رجب، كل سنة وانتوا طيبين وحضراتكم كلكم بألف خير. هحط معلقتين كبار من الخل، وكمان تعالوا بقى نبهر التتبيلة الحلوة دي. نص معلقة من الفلفل الأسمر، نص معلقة من الكمون، نص معلقة كزبرة ناشفة، معلقة كبيرة من توابل الفراخ، نص أو ربع معلقة من بودرة الزعفران. حاجة بسيطة بس كده، بتدي لون كهرماني حلو قوي للفراخ. حتى المشوية اللي معمولة في الصينية، اي حاجة بتدي لها لون حلو قوي. هحط معلقتين كبار من السكر، وكمان شوية زيت. وفي الاخر خالص هدي معلقتين من الملح الابيض، او ما يحدق التتبيلة بتاعتي. عندي الفراخ بتاعتي غسلاها ومقطعاها، الفرخة على مثلا 8 10. كل ما تقطعيها حتت صغيرة بتستوي سوا حلو وتكون جميلة وطعمها حلو قوي، طعم جميل جميل هيعجبك في الاخر. تمام. انا قطعت الفراخ وشلت منها الدهون على قد ما اقدر، يعني خليت فيها نسبة بس بسيطة كده من الدهون عشان تطري معايا الفراخ. غسلتهم كويس قوي في ملح وليمون وظبطتهم، يعني بقت قشطة زي ما انتوا شايفين كده. هحطهم في علبة تدخل في التلاجة، يكون لها غطا. هنقل بقى. بصوا التتبيله بتاعتي خطيره. قلبي التتبيله بتاعتك دي كلها بعد ما بهرتيها وحطيتي كل البهارات، وهنزل على الفراخ بالتتبيله بتاعتي دي. قلبي بقى كده تقليبه حلوه قوي كده، اعملي زي كانك بتدي مساج كده للفراخ. انا نسيت الليمون، هحط كمان ليمونتين كبار او 3 ليمونات. حطيهم على الاكله دي، بتخلي الفراخ بتديلها مزازه وطعم حلو حكايه. تمام. اهيت ما شاء الله، هتبقى فراخ ملهاش حل. خلاص كده تمام. هغطي العلبة دي وادخلها التلاجة لا يقل عن ساعتين، لو اكتر كمان تبقى احسن. انا عملتهم الصبح بصراحة الساعة 10 كده. على ما جيت عملت الغدا قرب المغرب، يعني قعدت حوالي 4 5 ساعات في التتبيلة. بعد كده هاتي صاج الفرن وحطي الفراخ، انقليهم بزي ما هم بتتبيلتهم بميتهم بكل اللي فيهم كده، ورصيهم رصة حلوة في الصاج. وصاج يا جماعة مش صينية، لان الصاج بياخد لسعة الفرن فبيديلها طعم الشوي، ماشي، غير الصينية خالص. هنزل بقى بكل التتبيلة دي، لان الخضار ده ما بيستوي معاها بيدي طعم حلو حلو حلو. والله حلو. شفتوا كام حلو؟ يلا بعد كده هغطيها غطا كويس جدا. بصراحة كان المفروض اغطي بورق الزبدة الاول، بس ما كانش عندي. ماشي. انا غطيتها بالورق الفويل وحكمت الغطا كويس قوي، لان الطريقه دي هي اللي هتسوي الفراخ، يعني ما لازم تحكمي الغطا بتاع الفويل على الصاج. وندخليها الفرن من الرف اللي تحت. وتعالي بقى حطي شويه بصل وفلفل في الفرن، خلي بقى ريحه الشوي تملى البيت كانك فعلا مولعه شوايه. اول حاجه البصل هيتحرق ويدي ريحه حلوه قوي قوي في الفرن، وهيقلب كده مع الفراخ، لا لا لا، ريحه وطعم جامد وحاجه تانية خالص. لازم بقى مع الأكلة دي بطاطس مقلية. البطاطس المقلية دي يا جماعة أنا يعتبر بعملها في كل أكلاتي، ولادي بيحبوها جدا. فماشي. هنقطع شوية بطاطس وهنقليها، بس هنقعهم في شوية مية. طبعا عم الفراخ تستوي يكون أنا جهزت كل الخلطات بقى، حبة التحبيشة اللي بيبقوا جنب الأكل، اللي بيفتحوا نفس أي حد على الأكل. بصلاية حمرا وعلى شوية سماق، ودعاكي البصلاية كويس قوي قوي بالسماق، وعلى شوية خضرة. ايوه كده. انا حطيت البطاطس تتقلي، وادي البصل طلع من الفرن مشوي زي ما انتوا. قديش طيب البصل ده، بصراحة طعمه حلو قوي قوي مع اي مشاوي.
سواء هرستيه وعملتيه سلطة او حطيته تقشريه كده وتحطيه سليم جنب الاكل كده. طبعا هو مولع سخن جدا، فانا بقشر بسرعة عشان يدنه دافي اهوت. هقشر بقى الكمية كلها. وتعالوا الفراخ استوت وبتقول طلعوني، تنده عليا من الفرن. انا مسخنه عيش ومحمصاه في الفرن مع ريحة الدخانة اللي طلعت من البصل. تمام، مركزين معايا ولا ايه؟ محدش يروح مني. سخنت العيش ده في الفرن مع ريحته خطيرة. حطيته على الصينية كده، رشيت البصل بالسماق. وتعالوا نغرف الفراخ. طبعا الفراخ دي انا اختبرتها مرة واتنين في الفرن عشان ما تطلعهاش نية، تكشفي بالراحة كده من حتة صغيرة وتحطي فيها عود خلة ولا حاجة. لقيتيها لسه استوت، ما لقيتهاش لسه، لقيتي قلبها لسه ني، سيبيها غطي عليها تاني وسيبيها. خدت قد ايه في الفرن؟ خدت حوالي ساعة وربع. ماشي، انا فضيت بقى كده. ما شاء الله الفراخ مش قادرة اقول لكم قد ايه ريحتها بتشهي، وريحتها اطيب من هيك ما في ايه. اطيب من هيك والله ما لقيت. بعد كده البطاطس اتحمرت. تعالوا بصوا احلى صينيه على الاطلاق. انا بحب اعمل كل الاكلات على الصينيه كده يا جماعه، واحط الصينيه كده وكل واحد يغرف في طبقه واحنا بناكل. تمام، عشان ما حدش يقول لي ايه اللي انت عاملاه كله على بعضه كده. انا بحب اعمل كل واحد ياكل على طريقته بقى. وبعد كده فلفل مشوي والبصل المشوي وسلطه خضراء، وعملت كمان سلطه طحينه. لا جامده. بصوا الفراخ دايبه ذوبان واستوت سوا، مش قادره اقول لكم. التتبيله كمان كل ما تسيبيها ساعتين 3 او اكتر الطعم بتكون شربت من التتبيله وطعمها في حته تانية خالص. تقريبا اكل مطاعم، اقسم بالله احلى كمان من اكل المطعم. انا عملت رز ابيض. هنا بقول لكم انا عامله رز ابيض ايه، بقليل من الزيت، يعتبر مش حاطه عليه ولا زيت ولا سمنه، حاجه بسيطه خالص. علشان اللي عاملين رجيم، يعني مش هعمل رزين بقى، لازم اعمل رز واحد، حله واحده وناكل منها كلنا. تمام. عملت بقى بص الصينيه شكلها مغري. وعملت زي ما قلت لكم سلطه خضراء، سلطه طحينه. وصلتوا معايا لحد هنا؟ ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، وجمعه مباركه.